قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبعد ما خلصوا لعب اللبس ودخلوا المدرسة، محمد ما جاش علشان يتغدى معانا ليه؟ عنده واجب كتير هيعمله ياكل حاجة خفيف. طيب نجيب له حاجة معانا واحنا طالعين؟ مش فارق معايا، ان شاء الله يقعد طول اليوم ما ياكلش حد. في ايه، هو انتوا متخانقين؟ ما عندناش وقت نتخانق حد، هو مش بيرد على مكالماتي ولا رسايلي من امبارح، وكمان ما اعتقدش ان هو هيفتكر ان النهارده بقالنا 100 يوم مع بعض. على فكرة انا متضايقة منه جدا، ده مستحيل اكيد ما نسيش. لو نسي بجد كل حاجة بينا هتخلص وهسيبه كمان ومش هيفرق معايا. ده البني ادم الوحيد اللي قعدت معاه 100 يوم وفي الاخر ينسى. في الفصل محمد كان بيحضر مفاجأة لسما وجايب لها تورتية حلو ومزين الارض. محمد، هو انا لازم افرش لحبيبتك طريق ورد وانا طريقي كله شوك؟ طب هشوف لك طريق ورد، بس خلص بس. بجد هتعمل كده؟ احلى طريق من الورد. هي جت ولا لسه؟ اهي جاي. سمر اول ما دخلت اتصدمت من الفرح، ومحمد بدأ يشغل اغاني ويغني معاه، وسمر كانت فرحان ولسه جاي علشان يحضنها محمود. لا انا مش مبسوط، وراح مسك التورتية علشان يرميها في وشه، فراحت طايرة على ورد. ورد بقت واقفة مصدوم، والفصل كله مصدوم، والفصل كله جاب مناديل علشان يمسح لها وشها وهدومها. المناديل مش هتعمل حاجة، لازم تغسل وشها. ورد لنفسها: يا لهوي لو غسلت وشي هيشوفوا وشي الحقيقي، يلا علشان نغسلك وشي. ورد وهي بتصرخ: بس كفاية، مش عايزة حد يلمس. وخدت الشنطة بتاعتها الصغيرة وطلعت تجري. وهي بتجري في الوقت ده يوسف كان ماشي في الطرقة بغرور ومبسوط، والبنات مبهورة منه ومن جمال، وواقف علشان يربط رباط الكوتشي. في الوقت ده ورد كانت بتجري وهو قاعد في الأرض. ورد طارت في الهوا ودست على ظهره وعدت وكملت جري، وهو وقع على وشه وداسوا عليه وهما بيجروا. يوسف وهو متعصب وبيصرخ: هو في ايه؟ هو محدش شايفني؟ بعد ما ورد وصلت الحمام لقته كله مليان بنات، والبنات اللي معاها في الفصل كانوا وصلوا عندها، والكل بقى حواليها وكلهم ماسكين المناديل ومصرين ان هي تمسح وشها، والشباب كلها واقفين وعمالين يسألوا بعض: مش دي البنت الجميلة؟ وورد بدأت الدموع تملى عينيها وتحس بالخوف، وتخيلت ان هما شافوا وشها الحقيقي وهيتنمروا عليها واصحابها هيبعدوا عنها. وفجأة عمر دخل وسطهم وحط الجاكيت عليها وبصلها بحب وخدها من وسطهم كلهم، وكلهم بقوا مصدومين ومش مصدقين ان عمر ساعد حد. حتى يوسف شافه وهو ماشي بيها وما كانش مصدق. وفجأة المدير جه من وراه: ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بدل ما تساعدوا زميلتكم واقفين تتفرجوا عليها، يلا كل واحد على فصل. عمر دخل ورد حمام تاني ووقف يستناه. في الوقت ده يوسف جه لعمر: انت رجعت تعصبني تاني؟ انت جاي علشان تشوفني؟ نعم. ليه مهتم باللي انا بعمله؟ ايه الهزار ده؟ انت مالك باللي انا بعمله؟ ما تجيش ورايا في كل حته. في الوقت ده ورد كانت في الحمام وغسلت وشها وخلصت ميك وخرجت علشان تشكر عمر: شكرا بس انت اللي ساعدتني. وبتبص لقيته يوسف: اسمعي تجيبيلي الخوذة بتاعتي بكره. حاضر. وطلعت تجري على الفصل. انا اسف يا ورد، مش كان قصدي، ما تهزرش كده تاني، مفيش حاجة، انا كويس. بصراحة انا اتفاجئت لما شفت عمر بيساعد، ممكن يكون بيساعدها علشان مدير المدرسة كان موجود. وعموما يعني ورد لسه جميلة حتى بعد ما غسلت وشها. وبعدين كلهم قعدوا مكانهم، وورد بصت لعمر بس هو ما كانش باصص عليها. ورد لنفسها: هو ممكن يكون ساعدني علشان عرف الحقيقة؟ انا لازم اشوف حد اتكلم معاه. علي، يعني انت رأيك ايه؟ ممكن يكون عارف حقيقتك فعلا، واكيد ساعدك علشان موضوعك ما يتكشفش. بجد؟ من امتى وهو عارف يعني؟ اصلا هو مش باين ان هو عارف، يقبل برضه ساعد. هو مش من الناس اللي بتساعد حد، كلهم هنا بيقولوا عليه ان هو متوحد، يبقى اكيد ساعدك علشان يمسك عليكي حاجة. ليه مش وحشة؟ الله، انتي جذابة علشان عاملة نفسك حلو، وانتي مش حلوة ولا نيلة. بس انا ما اذيتش حد، كفاية انك ضحكتي عليه، دي اهانة في حقه، وانتي وقعتي في مشكلة كبيرة. يعني هو بيفكر يعمل فيا ايه دلوقتي؟ ممكن يفكر يأذيك. يأذيني؟ طب ليه، هو انا عملت له حاجة؟ يا لهوي يا لهوي. وطلعت تجري، واول ما مشيت صحابه جريوا عليه وقعدوا جنبه: هو انتوا قرايب؟ دي جميلة قوي بجد، ممكن تعرفنا عليها؟
علي ضربه بالقلم على وشه. ولا هو انت مش مرتبط عايز تتعرف على مين؟ جاتك القرف. في معمل المدرسة ورد كانت قاعدة بتفكر طول الوقت وبتبص على عمر. ورد لنفسها هو عرف الموضوع بجد؟ لا هو هيعرف ازاي؟ يا لهوي لو كان يعرف. خدوا بالك ما تعرضوش الأنبوبة لوقت طويل على النار. ورد كانت حاطة الأنبوبة على النار وسرحان، وعمر كان بيبص عليه، وفجأة الأنبوبة وقعت من ايديها والتجربة وقعت. انتي كويسة؟ اه كويسة. وبقيت شايفة في خيالها ان عمر ده حد شرير وشطار وممكن يكون مصاص دماء في اي وقت، وخافت منه طول الوقت وحاسة ان هو هيقتلها. وفجأة وهي ماشية في الطرقة لقته في وشها، فضلت تصرخ وطلعت تجري على الفصل. في ايه يا ورد؟ وبعدين عمر دخل وراه. وردة انا عملتلك حاجة؟ انتي ليه بتهربي طول الوقت مني؟ ها؟ عموما المدرسة طلبت مني اديكي الورق ده في كل الحاجات اللي فاتت، صوريه ورجعيه. ماشي خلاص هنسخ. وخلص اليوم الدراسي، وأول ما ورد روحت بيتها رمت الشنطة في الأرض ونامت على السرير بتاعها. أوف بجد يوم طويل ومتعب. وفجأة لقت عمر بيرن عليها، قامت بسرعة وكنسلت عليه وهو رن تاني. ورد ردت عليه وقالت إن هذا الرقم غير موجود بالخدمة، لا يمكنك معاودة الاتصال مرة أخرى. اللي انتي بتعمليه ده على فكرة بيضحك. أنا في المكتبة قبلين. ليه؟ عاوزة اديكي حاجة. لا شكرا ما تدينيش حاجة، بس أنا ما قلتلكيش هديكي ايه، هستناكي. وقفل بسرعة. يا لهوي بقى هعمل اللي أنا ما طلبتش منه حاجة. لحظة لازم ما خلوش يشك فيا. في المكتبة عمر كان بيشوف شوية كتب والنور بدأ يقلب وكان هيقطع أول ما ورد دخل. صاحب المكتبة ينفع تقعدي في المكتبة شوية يا ورد؟ هجيب حاجة واجي. حاضر. وسابها ومشي. وورد دخلت لعمر. ازاي؟ بقالنا كتير ما اتقابلناش. لا على فكرة ما عداش وقت كتير ولا حاجة. فعلا كنت بهزر. طيب كنت عايز تشوفني ليه؟ اتفضل. ادي الانتقام. انتقام ايه ده؟ بسكوت بالشوكولاتة. شكرا على الكتاب. بسكوت بالشوكولاتة. شكرا بس ما كانش لازم تجيب لي حاجة. شكلك جاي من المدرسة على هنا على طول. أول مرة أشوفك بلبس المدرسة. فعلا؟ لبسك حلو أوي فعلا. بالمناسبة في بنت معايا في المدرسة شبهك أوي. فعلا؟ في الحقيقة أنا بسمع الكلمة دي كتير، مش حاجة مألوفة عليا يعني. انت مدرستك مختلطة صح؟ الثانوي المشترك. ما سمعتش عنها قبل كده. أكيد بعيد عن هنا. انت في مدرسة ايه؟ أنا في قرية اسمها نهاية العالم، في النص التاني من الكوكب أنا فيها. وأكيد نقلتي منها على هنا. اتنقلت؟ لا ما اتنقلتش. أنا سبت المدرسة خالص علشان الصراحة هاجر برا البلد. أصلا أنا قاعدة هنا مع جدتي مجرد فترة بس بسيطة. هتعيشي هناك يعني؟ هروح العاصمة نفسها. ورد في نفسها ما تحل عن أمي بقى، كان يوم أسود يوم ما شفت. على فكرة أنا مبسوطة إني عرفت حد بيحب قصص الرعب زي، وزعلانة أوي إني مش هشوفك مرة تانية. لا بس أنا حاسس إني هشوفك أكتر من كده بكتير. أنا عارفة إنك أكيد زعلان زيي بالظبط. بتعالى شوفني هناك لما تروحي الجامعة. كندا؟ صح. لازم أمشي بقى. شكرا على البسكوت. خلي بالك من نفسك. سلام. وسابته ومشي. ورد ايه العبط ده؟ ورد وقفت في الوقت ده وهي خايفة وواثقة ان هو عارف. على فكرة تمثيلك زي الزفت. انتي ورد انا عارف. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.